السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله تعجبكم. طبعا قبل ما نبدأ في الفيديو، حابة اشكر كل صحابي وحبايب قلبي اللي بيشتركوا ويشوفوا الفيديوهات بتاعتي. وطبعا شكر جديد للي هيشوف الفيديوهات ويشترك معايا ويكتب لي كومنتات حلوة. طبعا زي ما انت شفتوا اول الفيديو، دي بيتزا انا كنت عاملاها وهعملها معاكم واوريكم الطريقة. والله البيتزا دي لو عملتوها بالخطوات دي ان شاء الله هتعجبكم جدا، وكل اللي ياكل منها مش هيصدق ان انت عاملاها في البيت. فهنعمل ايه؟ زي ما انت شفتوا دلوقتي، انا حطيت ربع كوباية مية ومعلقة سكر ومعلقة خميرة. تمام. وقلبتهم مع بعض، قلبتهم مع بعض كويس، وهركنهم على جنب كده يعني قبل ما اجهز الدقيق. هننخل الدقيق ونحط. بصوا انا عملت كيلو دقيق على معلقة خميرة ومعلقة سكر وربع كوباية مية دول. بس لسه هنحط حاجات تاني يعني. تمام. فانا قلت اعمل الخميرة في الاول قبل ما ننخل الدقيق، يكون الخميرة عرفناها هي احنا بنعملها كده ليه؟ عشان نعرف هي كويسة ولا، عشان نعرف هي الخميرة كويسة شغالة ولا لا. طبعا انتوا لو عملتوها كده وما لقيتوش الخميرة اترفعت شوية كده، فاعرف ان هي مش كويسة ومش هتخمر معاكم العجينة. تمام. فاعملوها الطريقة دي في الاول. شوية مية دافيين، ربع كوباية مثلا او نص كوباية، وعليها معلقة سكر ومعلقة الخميرة. تمام. وهنركنها مثلا 10 دقايق، وبعد كده هنشوفها ايه. لما اقول لكم يعني اترفعت كده فتمام، ما اترفعتش يبقى الخميرة مش كويسة. انا نخلت الكيلو الدقيق وحطيت سكر تاني، حطيت معلقة سكر ورشة ملح، وحطيت الخميرة اللي انا كنت عاملاها، وطبعا هقلبهم مع بعض. بصوا انا حطيت زعتر، معلقة زعتر برضو في الدقيق في العجينة. بتخليها صراحة ريحتها حلوة، وطبعا قيمة غذائية وكده، وسمسم. تمام. بس وهقلبهم مع بعض. والخميرة كنت بوريكم يعني ان هي الحمد لله كويسة، اترفعت. تمام. وبعد كده دي كوباية لبن، وجيب كوباية مية تاني وتعجني. ولو عوزتي مية او عندك لبن فتمام، هنزود يعني. ونقعد بقى نقلبهم ونعجن بقى. بصوا انا بحب المعجنات عامه تكون طريه، يعني بصوا ملزجه في الايدين لحاجه بسيطه بس. العجينه بتاعت المخبوزات عامه كل ما تبقى طريه، كل ما بتبقى هشه، وبعد ما تستوي اما تبقى اللقمه نفسها كده طريه وطعمها بجد خطير. يعني احسن من ان انت تسيبي العجينه ناشفه كده. لأ، طروها، بس مش طروها اللي هو السايلة يعني، لأ المعجولة بس ملزجة حاجة بسيطة. تمام. بس فأنا بازود مَيّة وباعجن لحد ما العجينة ت تتعجن معايا كويس. و وبعد ما اعجن باحط شوية زيت. بصوا هي ملزجة معايا، ما تقلقوش، هي والله بتبقى احنا طبعا بنحط زيت، ده اساسي. مثلا 3 معالق كبار كده على الكيلو الدقيق. وبرضو بعجنها كده، بحاول اخلي الزيت بالعجينة كده. العجينة والله بصوا تحفة، اللقمة نفسها كده تاكلوها انتوا يعني طعمها خطير، مش شبعانين منها. فانتوا حتى لو محطتوش عليها، لو عملتوها جرس كده بس، هتلاقوها ما شاء الله يعني خطيرة. طبعا نسيت اقول لكم، اللي وصل لحد هنا اكيد ما ينساش يعمل لايك واشتراك. ده لو ما كنتوش عاملين اشتراك، تعمل اشتراك معايا واكتبوا لي كومنتات حلوة. طبعا احنا عجننا العجينة وسبناها بقى في مكان دافي عشان تخمر.
كده كانت خمرت تمام. وانا عملت ايه، حطيت بصل وتوم وطماطم وشويه ميه وحطيتهم على النار فضلوا يغلوا. وبعد كده ضربتهم في الخلاط بعد ما خلطتهم صفيتهم ورجعتهم على النار تاني يغلوا، تسبكوا جوي. وبعد كده ايه، هنحطه بقى ده الصوص بتاع البيتزا اللي هو ايه الاحمر ده، الصلصه الحمرا دي تمام. ودي العجينه كانت خمرت وانا فرشتها في الصينيه وبعملها كده عشان ما تختمرش وتبقى زي رغيف العيش تمام. فانتوا بنخرمها كده بالشوكة وبعد كده هنحط عليها الصلصة. وبصوا بقى عايزين تعملوها ميكس جبن تمام. دي انا كنت الصلصة اللي انا عملتها يعني دي طماطم وبصل وتوم وشوية مية صغيرين وحطيتهم على النار، غليوا اتسبكوا. ويعني الطماطم اتهرت كده وبعد كده ايه، حطيتهم في الخلاط زي ما قلت لك وخلطتهم وكده. وبعد ما خلطتهم صفيتهم ورجعتهم على النار تاني واتسبكوا وبعد كده طفيت عليهم. وهنحط لهم مثلا رشة فلفل اسود، رشة ملح، ولو عندك توم بودر وبصل بودر تمام حط. وهنا كنت انا عاملاها بلحمة مفرومة. اللي مش ما يعمل البيتزا بلحمة مفرومة متعصجة كده ما كلش بيتزا بجد رهيبة والله العظيم، طعمها ما شاء الله كانت تحفة. طبعا انت عايزة تعمليها فراخ تمام، عايزة تعمليها بتونة تمام، عايزين تعملوها ميكس جبن برضو تمام جدا. كل واحد على حسب ما هو حاببها يعني حسب ما انت عايزه ايه الميكس اللي انت عايزه تاكليها بيه. فدي انا كنت معصجه بصله وحاطه لها قطع دهن من عندي واللحمه المفرومه وشوحتهم مع بعض وبعد كده قطعت عليهم طماطم وايه وسبتهم يتسبكوا ويستووا مع بعض. وطبعا حطيت ملح وفلفل اسود وبهارات على العصاج ده تمام. وبعدين بعدين طفيت عليه واول ما برد كانت العجينه الحمد لله خمرت. وزي ما عملت كده حطيتها معاكم. وطبعا حطيت زيتون وقطعت فلفل اخضر تاني وحطيته معاها تمام. بصوا بجد بجد يعني لو عملتوا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها. العجينة بصوا زي ما قلت لكم تبقى طرية وملزقة لحد ما شوية كده في الإيد. بس وتسيبوها بقى في مكان دافي تخمر. وبعد كده ايه تحطوها يعني زي ما انتوا شايفين كده تفردوها في الصينية وتخرموها بالشوكة وكده. ودي جبنة. بصوا لو انتوا عايزين تحطوها زي ما انا حطيتها كده يعني على لسه ما كنتش دخلتها الفرن تمام. في ناس بقى بتعمل ايه، بتحط الصينية من غير الجبنة واول ما تبدأ تستوي من تحت وهتولع عليها من فوق، فهي ايه بتحط عليها الجبنة يعني وتسيبها ايه تستوي. بس فعادي الطريقة دي تمام والطريقة دي انا بحبها محمرة كده يعني. بس و... وما تنسوش تعمل لايك واشتراك وكومنت حلو. الفيديو بتاعي كده خلص وسلام.